بص خدت بالك بعد ما وقف المباراة ضرب واحدة شمال ازاي؟ خدت بالك؟ دي لعيبة مؤسسة العسكرية في سموحة. هنا بقى الحكم مش عاجبه لعب، انا بيكلمني وبيزعق لي اللي هو انا بلعب غلط وهو اللي بيلعب صح. لو مش كده وبس، لا كمان بيزق في لعبه. والله ما عارف اقول ايه. وبعد الغلطات اللي هو عملها كل دي، تعادل ما بيني وما بينه ازاي مش عارف. انا عايز اعرف حاجه بقى، انا عايز افهم حاجه. فين المدربين اللي طلعوا اللاعب ده يطلع يلعب بطوله؟ فين المدربين اللي اهلوه لكده ده؟ يعني هل ده لاعب مؤهل يلعب بطوله؟ كل اللي اقدر اقوله ان ده لاعب بمستوى ما ينفعش يبقى واجهه لنادي كبير زي ده. هي دي مشكله الملاكمه في مصر، لان دي حاجه صغيره قوي وسط حاجات كتيره حبيت اوضحها لكم.